بشكر كل اخ واخت اشتركوا معانا على الفيديو اللي فات وعلق الفيديو على دماغي من فوق. لو عندك اي استفسار انزل تحت اكتبه في اول تعليق واحنا نرد عليك مباشر. لو عجبك القناه بتاعتنا معاكم في كل تفاصيلكم، وكل اللي حد محتاج حاجه او يعرف اي مشكله نقدر نحلها له باذن الله. ويا ريت دعمكم ليا ودعم للقناه. يا ريت لو انت اول مره تشوفنا جديد يا ريت ما تنساش الاشتراك بالقناه، فعل زر الجرس لو انت مهتم معانا في تربيه ومجال الارنب. لو انت بتحب المجال ده ومكمل معانا يا ريت تاخد بعض الفيديوهات وتتفرج وتسمع كويس عشان تتعلم في المجال ده اكتر واكتر، وما تخليش حاجة تفوتك عشان تتعلم المجال من الصفر لغاية ما توصل وتبقى مربي شاطر. ودي مهم جدا اليومين دول اللي داخل عليك مرحلة الجرب دي، لازم تتفادى منها بطرق من الاشكال اللي اتعلمتها في مجال الارانب. اهم حاجه شفاطاتك تكون شغاله، عندك خليه شغالها بالذات في اليومين دول عشان الجو حار بالنهار ويجي بالليل بيبقى فيه نسبه برود. اهم من الشغل يا جماعه هي نظافه الشغل، واهم حاجه تهيئ وتدفئه. اهم حاجه تهيئ الجو عندك، واهم حاجه تهويه المكان تكون مظبوطه. زي ما انتم شايفين السلالات نايمه ازاي يا جماعه، كان بسبب ارتفاع درجه الحراره. لازم يكون عندك شغال خليات التبريد مهمة قوي بدرجات الحرارة، بالذات لما بتوصل لدرجة الحرارة معاك 30. شايفين يا جماعة صندوق الكنز الأطفال عاملة ازاي في قلب الصندوق من الحر يا جماعة. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ نهيئ لهم الجو ونرفع عندنا الجو شوية. ودي يا جماعة مجهزة بيت الولد، بس عشان الحر بتبقى الأم مرهقة شوية من الحر، فبتستنى في الجو يطر شوية بتبدأ الأم تعمل عملية ولادة وبشكل يكون أفضل في التهوية المناسبة للأم. شوف يا جماعة حلويات البكر عندنا بسم الله ما شاء الله ناتفة ناتفة يا جماعة، تبقى أول ولادة بإذن الله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم أخوك باللايك، فعل زر الجرس لو أنت مهتم معانا في تربية الأرانب. لو عندك استفسار انزل تحت اكتبوا لنا في أول تعليق. وباذن الله نعدي الشهر ده وهنبدا نفتح الشبابيك درجه درجه يا جماعه، ما ينفعش نفتحه على طول مباشر يا جماعه، ودي اهم نقطه لازم تاخد بالك منها. فيديو القناه الاسلاميه المتميز للارانب والاعلاف على